الطاسه دي زي ما انتم شايفينها كده، عملت فيها فراخ وحمرت فيها الفراخ، مش عارفه انضفها. يعني انا حاولت انضفها يا دوبك كده الحتت اللي في النص وكل الجناب دي شبكه. بصوا بقى نضفتها وطلعت شكلها عامل ازاي، ومنتهى السهوله وما تعبتنيش خالص، بطريقه سهله جدا جدا جدا. واللي عندك ما ترموش، اللي عندك بعد كده هتشيليه وتخليه، هو ده اللي هينضف لك الحاجات زي ما انت شايفه الالومنيا والستانلستين، وهيخليها تبرق كده. واللي بيحب النظافه بقى عيشي حياتك معايا. تعالي بقى اقولك عملت ايه. بس قبل بقى ما نبتدوا نصلوا على الرسول كده ونخش بقى ونشوف الفيديو عملنا فيه ايه. بصي بقى يا ستي، معاكي ايه بترميه حافظي عليه بقى، قشر الليمون، قشر البرتقال، قشر السفندي، كل الحاجات ديت هتخليها كده في الفريزر، تجمعيها تستعملي منها على قد ما انت عايزه. مش هنعمل الكميه دي كلها، هعمل منها جزء بسيط هشتغل بيها، وهتشوفي بقى ايه طبعا شوفي النتيجه النهائيه كانت عامله ازاي في الالومنيا. هحط معايا هنا ايه، هحط معايا هنا حوالي كوبايه ميه كده، على قد ما هغطي قشر الليمون ده عشان اغليه فيها. يعني هنسلق الليمون بيها، فهمتيني كده معايا لحد طبعا ما هيتسلق معايا كده. وهروح عامله ايه، هجيب بشر الصابون، صابون اللي هو الغسيل العادي، هبشره، هو ده اللي انا هستعمله معاه. وهستعمل حاجات تانية، واجيب معايا الخلاط كده، وهنعمل ايه، هنضرب القشر الليمون وقشر البرتقال كده زي ما انت شايفه، هعمله زي جيلي خالص كده. وهجيب معايا بقى الصابون، هعمل ايه، هدوبه بقى كده في ميه، هحط على قد ما انا عايزه برضك، يعني 5 معالق كبار كده على قد الكميه اللي انا حطيتها. انا ما حطيتش كميه كبيره، فهحط حوالي 5 معالق. انا عملتهم بالكبش كده بايدي يعني، بس هما كده في الرينج ان هما 5 معالق زي ما انت شايفه كده. هحط عليهم برضك ميه دوب كده، حاجات بسيطه لحد بس ما اغطيهم بيها، مش هكتر ميه. وهسلقهم يعني هدوبهم خالص لحد ما يبقوا معايا زي ما انت شايفه كده، عارفه عامله زي المهلبيه يعني. كل اللي فيها ده لازم يدوب، ما تسيبيش اي حاجه لما تدوبيها. شايفين شكله وصل ايه معايا في الاخر. ايه اللي هضيفه تاني معاهم بقى، طبعا اللي انا دي معلقه سكر هحطها، وهنا معلقه كربوناتو، وهدوب بقى كل ده كده مع بعض. وهروح حاطه معاهم اللي احنا ضربناه في الخلاط. بصوا اللون بتاعه بيفتح ازاي لما حطينا الكربونات والسكر. السكر طبعا عشان يزود معايا الرغوه بتاعت هيزود معانا رغوه بتاعت المعجون او التركيبه بتاعتنا كده. هنسميها بقى ايه، المعجون بديل للهلوبه لو انت كنت بتستعملي اللهلوبه. بصي عايزه اقولك بقى كده، يعني حطينا فيه كل حاجه، هتنضف معانا بقى الالومنيا، وهتنضف معانا الاستانلستين، وهتظبط معانا المواعين كلها اللي هتغسليها. اشتغلي بيها وقلبي بقى كده التركيبه كلها الاول على بعض زي ما انت شايفه. جاهزه معانا بقى دلوقتي كده، بس ناقص معانا مكون لسه ما حطيناهوش، هقولك عليه ايه هو دلوقتي هتشوفي معايا. بس المهم كده كل التركيبه دي تتقلب حلو كده مع بعض. هجيب معايا ايه هنا، هجيب معايا دبتين، يعني كوبايه واحده بس صابون سائل، هحطها بقى مع التركيبه بتاعتي دي كده، عشان اكمل بقى الرغوه واكمل كل الحاجات اللي هتخليني وانا بغسل المواعين كده ابقى حاسه بالنظافه في ايديا. نظافه المواعين ونظافه الحاجه بالرغوه العاليه بقى اللي انا عايزاها، اهم حاجه طبعا. واقلبها بقى تقليبه حلوه وجاهزه بقى معايا كده. احضر بقى معايا برطمان، احضر معايا علبه. إيه، هعمل معاكم تجربه بسيطه كده. ودي شويه ميه في طبق زي ما انتم شايفين. هحط بقى كده معلقتين يا دوب بس كده، عشان اوريكي بس شكل الرغوه بتاعته. طبعا ريحه الليمون وريحه قشر البرتقال وقشر الليمون دي هتبقى كافيه قوي، يعني مش محتاج نحط بقى ريحه ولا اي حاجه. بصوا كده. اهم حاجه بقى فيه كمان نظافته عاليه جدا 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 في الاستانلستين والالومنيا بالذات. يعني عندك مش هتخافي بقى كمان على الالومنيا ان هي تطفي الومنيا. لو عندك في مواد كتير بتترش يتنضف وتشيل الدهون، بس طبعا بتبوظ الالومنيا خالص. فده كده مش هتقلقي منه، ما تقلقيش وما تخافيش. بصي الرغوه عامله معايا ايه، جميله قوي كده. عندي كده شويه حاجات كنت بجرب كده فيها، البراد والدورة ده او اللبانة دي.
البراد استانلس، الدورق دوت ألمونيا. الطاسة دي زي ما انتوا شايفين كانت بايظة عندي خالص، حاولت اغسلها كده ما كانتش بتنضف، فعملت التركيبة دي كده وخدت منها معلقة وحطيتها، حطيت فيها شوية مية وحطيتها على النار بقى. قلت اجرب بقى ايه واشوف الاول فعلا التركيبة دي هتجيب معايا نتيجة كده ولا لأ. بصوا شوية المية وهي معلقة من التركيبة بتاعتنا او المعجون بتاعنا ده اللي احنا عملناه. فعلا بجد يعني يبهر. البوتاجاز بقى كل حاجة اشتغلي بقى، عايشة حياتك في النظافة زي ما قلتلك ومن غير تكلفة بقى ومن غير اي فلوس خالص كده زي ما انت شفتي. هيخلي الحاجة معاكي بتلمع وبتضوي في كل حاجة. انا بوتاجازي الحمد لله يعني نضيف مفهوش حاجة، بس برضك بيزود بقى لمعان يعني. بصوا بقى شكله كده اللمعه بتاعته بقت حلوه ازاي. هحط بقى الطاسه بتاعتي كده على النار واسيبها يا دوب كده تسخن. مجرد ان هي ابتدت الميه فيها تسخن بصوا بتفك بسرعه كل الدهون اللي عليها. يعني انا مكنتش حتى عامله حسابي ان انا راكنه حاجه، والله هي جت بالصدفه كده يعني. ان الطاسه دي عندي كانت لازقه خالص فيها مطرح التحمير. بصوا لسه ما مسكتش ولا ليفه ولا اي حاجه اغسل بيها يعني. بصوا نزل كل الدهون اللي كانت لازقه فيها، والله كانت ناشفه ولازقه فيها لدرجه يعني انا ايه كنت متضايقه. بصوا انا ما قطعتش التصوير عشان ابين لكم بص شكلها يا دوبك كده ايه. عايزه بس يا دوب الليفه تمشي عليها وهتبقى اشوف شكلها بعد كده. انا بصور بايد واحده فما يعني معلش هتلاقوني مش مظبطه، مش عارفه امسك الحاجه الحامل بتاعي يعني مش لاقيه بقيته فمش عارفه اشغل احط تليفون واشتغل بيه يعني. فبشتغل بايد واحده بليفه، والله ما استعملتش سلك. الليفه كده بقيت امشي بيها، وحتى هفصل بس شويه صغيره كده عشان اعرف بس اتحكم في اللي انا اكمل بس دعك الايه الطاسه بتاعتي دي. بصوا بقى شكلها بعد ما غسلتها يعني يا دوب برضك بالليفه، والله ما استعملتش السلك. شايفين لونها بقى وشكلها عامل ازاي. والطاسه دي بالذات يعني انا تعباها معايا لاني بقلي فيها حاجات كتير، يعني بصوا شكلها حوض بقى وكل حاجه عندك اشتغلي بيها وشوفي اللمعان وشوفي قد ايه هو بيدي كده نظافه حلوه قوي ولمعان حلو لكل حاجه عندك. بصوا الشكل النهائي بقى كده جميلة ازاي وشكلها يعني يفتح النفس. رجعت جديدة. والبراد ده انا بيتعبني دايما، كنت بحط له ملح ليمون واغليه فيه واركنه عشان ينضف من الدعكة، حتى ما كانش بينضف. بصوا مجرد بس ان انا دعكته بالمادة دي عمل ايه. فوالله يعني جربيها ومش هتندمي، حلوة قوي 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 وهتعجبك وهتنضف معاكي. الألمونيا والستانلستين اهم حاجة، من غير ما تتعبي نفسك وتدعكي هترجع معاكي الحاجة جديدة ونضيفة زي ما انت شايفة كده. يا رب كده اكون فدتك بحاجة بسيطة كده، وحاجات بسيطة كنا بنرميها نستفاد بيها. اتأخرت عليكم في نزول الفيديو ده، انا مصوراه بقالي فترة يعني بقالي اكتر من اسبوع، بس انا ما حطيتش الصوت بتاعه فدلوقتي بقى كده ايه. يا رب يكون عجبك الفيديو، واشوفك بقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.